بحال اخويا انا الود ملويه قريب ان شاء الله باذن الله. واد واش؟ انا في ود قريب الود ملويه ان شاء الله قريب. شكون نتوما؟ حنا شكون الجيش الجزائري ان شاء الله. الجيش الجزائري؟ واه المعلم احنا رانا اليوم دايرين الشفا في اسبانيا رغم انه قلنا ما نشاركوش في الطاوله المستديره، وانت تقول لي الجيش الجزائري يدخل واد ملويه. المعلومه سوقي منين جبتها؟ تاع واش المعلومه اللي منين جبت؟ انت قلت لي اسبانيا ولا مالها اسبانيا؟ واش صاري في اسبانيا اليوم؟ ما على باليش خويا، انت تعرف انت راك سياسي. ما انت على بالك باللي الجيش الجزائري راه داخل واد ملويه وما على بالكش واش صاري في اسبانيا؟ لا قريب شوف حنا على بالك باللي كما قال لك الهواري بومدين حنا ندافعوا على التراب الوطني فقط، وحنا نرسموا الحدود تاعنا وشنقريحه بارك الله فيك طلق الساتيليت نرسموا الحدود تاع الساتيليت طلقه اصبر نرسموا الحدود. ماشي نرسموا الحدود تاعنا راهي عندنا مرسوم، حنا عندنا الحدود حنا باش العياشي غادي كي يشوف الحيط غادي كي ينبنى. العياشي هو اللي يقول عاش الملك، هو المغربي معناتها. المغربي مليحه ماهيش حنا ان شاء الله هذا البروجي تاع بناء السور راه جاي ان شاء الله. اصبر انت قلت منا السور منا راح ندخلوا الواد ملوي، واش راك تخرط انت؟ انا بغيت نقول بلي الواد ملوي قريبه ان شاء الله قريبه. تما راح نتجاوزوا الحدود المسطره صح؟ لا حنا ما نفوتوش كاع الحدود المسطره. حنا الشعب الجزائري والدوله تاعنا والجيش الجزائري حنا جامي ما نحقروا وجامي ما نتعدوا على اي بلاد. ما فهمتش واش تقصد، واش راح يتغير الجيش الجزائري راه موجود على الحدود، واش راك تحكي تسمى؟ الحدود هذه الحدود تاعنا نحموها. ماهيش محميه دركا رانا نلعبوا في لا ماشي محميه، هي محميه. شوف حميها ربي سبحانه وتعالى. واول حاجه باسكو الجزائر محروسه صح؟ محروسه هما تاع عليها الشهداء الشوقي. ما تامنش انت بالشهداء بلي عندنا الشهداء حارسينها الشهداء، ماشي حارسينها الشهداء ماتين عليها الشهداء قلت لك لي مارتير، وكي ماتوا عليها ولات محروسه بدم الشهداء صح؟ محروسه صح. هذه مسقيه عندنا الارض ساقينها بدم الشهداء. شوف قسما بالله كنت دير تديق قطعه ارض من الجزائر ودير دون لابوغاتوار قسما بالله يشوفوا باللي الجزائر الحمد لله والله تضحك. شوف خويا والله العظيم الا بلادنا حاميها ربي وحاميها الجيش الوطني. كمل لي في لافير تاع لابوغاتوار. عندها باللي كون شوفوا يدوا قطعه ارض من الجزائر دون لابوغاتوار والله يشوفوها باللي مع دم الشهداء فيها دم. هذيك البلاد الدم تلقاه يغلي كتاع الشهداء يغلي. اذا جماعه اذا مختصين في البيولوجيا هنا موجودين معنا خونا يجيب لنا برك ان ايشونتيون تاع الاراضي الجزائريه وديروا لنا ان شاء الله التجربه. لا شوقي بزاف العياشه ما عندهمش شهداء، ما عندهمش دي مارتير، ما يعرفوش شنو الشهداء. كلمه شهداء ما عندهمش. دونك انت بالنسبه لك ما عندهمش في الثوره الجزائريه مثلا؟ ما كانش يعني والله il y a personne qui a aidé l'Algérie, c'est le peuple, c'est le peuple algérien qui s'est défendu. نسقسيك برك انا شويه ما نعرفش التاريخ بالك تعرفني انت. هو ريبو مدينو جيش الحدود وين كان قاعد؟ كيف هو كان قاعد؟ كان في وجده ولكن هذيك حاجه اخرى. ولكن الحسن الثاني خاننا. دقيقه قلت واحد ما عاوننا بتاتا. كيفاش تقول لي دوك جيش الحدود كان قاعد في وجده؟ واش كان يدير؟ حنا نهضروا على حرب لان كوجا عاونا. لا خويا خلينا شوف دركا بيني وبينك. انت قلت لي حرفيا رانا مسجل لايف تحب نديروا الفار نديروا، قلت لي حرفيا واحد ما ساعدنا. من بعد قلت مشيت على رجع الفار بسوق الرجع ما درنا والو معاه. عندك انت حقيقه حاله مرضيه بالمروك واهنئك على هذا. والله يبغي نضحك معك يزيد فضلك. دونك قلت لي واحد ما ساعدنا، من بعد قلت لي جيش الحدود كان في المغرب في وجده. كيفاش هذه القضيه؟ التاريخ هذاك شوف حنا شوف بومديان التاريخ هذه هي الاجابه تاعك. افهم ثاني. شوف خويا شوقي بزاره. شوف انا حاجه بغي نقولها لك. شوف انا باش نعرف حاجه شعب كي تقول لي انت عاونك في الثوره الجزائريه، انا بغي نعرف هذا الشعب على ما حرسبته منين. انا شعب اللي يقاوم اللي تقولي انا باسكو بدا يدعم من اول الامور حتى قبل ما يديو الصحراء تاعهم كانوا يدعموا جيرانهم على اساس من باب الاخوه وكذا، ومن بعد احنا جزيناهم خير جزاء. فكيفاش شوقي بزار انت تخلي ارضك؟ شو عندك 17 جزيره محتله. عندك 17 كاين جزيره ليلى، عندك جزيره، عندك بزاف جزر وراك تحسب بزاف. عندك بزاف. تعرف جزيره باديس شوقي دونك انت عندك حاله مرضيه بالمروك. لا ماشي حاله مرضيه. انا دقيقه برك نحددوا واحد الحاجه. راك هذو الامور راك تبان مركز. ممكن تقول لي احمد عطاف وين راهو اليوم؟
والله ما على بالي خويا، ما تبعتش اليوم. انت قول لي ورا له. انا ما نحوش. شوف انا عرف الدبلوماسيه الجزائريه راه تخدم خدمتها وبارك الله. كاين فيضانات في المغرب في واحد البلاصه سمع. في القصر الكبير والقصر الصغير، ربي يرحمهما. حنا نقول ربي يرحمهم هذوك، حنا خويا ما نسيوش في الموتى. صديقي انت كنتسقسي ما تندافعش صديقي، باسكو شغل راك تمشي في الطرح تاعي. دونك ما على بالكش وزير الخارجيه الجزائري وين راه، بصح في المغرب على بالك بالضبط الفيضانات وين راهم، في القصر الكبير بالتحديد وكلش، وراح تبدا. فشوقي بن زهره كارثه. عرفت باللي شو ان بي كيقول لك باللي حنا عندنا بنيه تحتيه وحنا عندنا هادو نظموا كاس العالم وكاس افريقيا وحنا بنينا لي ستاد. كاين ولايه، لحظه هذه انا فهمتك، وكاين ولايه جزائريه ما عندهمش الماء. وشو هو الولايه هذه؟ حنا عندنا ولايات ما كاش الماء، حنا عندنا النقاط. كاين وحده عندها ازمه شهر ما عندهمش الماء. عطيني ولايه لا كاينه ولايه عندهم شهر ما كانش الماء. شهر ما كانش الماء؟ ما على باليش، انت عطيني انا والله ما على بالكش. كاين مغربي كتب الشلف. المغاربه مساكين هما شوف هما مساكين. نحسن نعاونهم بصح. انا دوكا حاب نفهم، تما انت ما عارف والو على الجزائر وعارف كل شيء على المغرب. على بلادي شوف، نعرف بلادي عندنا نواقص، عندنا مشاكل. ما راش جنة، ما راش سويسرا. بصح العياشي هو سويسري، يقول لك انا عايش في سويسرا، يقول لك انا بلادي كيما زوريخ. لا بصح انت النقائص تاعك ما عارفهمش، ما عارفش باللي كاينه ازمه تاع ما منذ شهر في ولايه الشلف، وعارف بانه كاين فيضانات في القصر الكبير. السلطات المحليه ان شاء الله تاخذ الامر وتخدم خدمتها، هذا ما كان. واللي باش خدمتها الدوله راهي تراقب. الحمد لله حنا دولتنا راهي تراقب. اللي باش خدمتها خويا خلي البوست تاعها ويجي يجيب واحد كومبيتون. مي حنا نهضروا على العياشه اللي هو كاع العام يهضر على الجزائر خويا. وكتاش المغرب وكتاش دخلت فرنسا للمغرب وفرضت الحمايه؟ 1921. لا هذه غلط فيها، عكستهم برك. هي 1912. انت بالك واحد وزوج هذوك عكستهم. هذيك من الخطابي. مي سي با غاف. وكتاش الثوره تاع المقراني والشيخ حداد في الجزائر؟ هذه خويا والله ما على بالي، الله اعلم. هذه ما على باليش. نعرف بلي تغربني، نعرف بلي خاطر تبغي تغربني، نعرف بلي شو بغيت. لا ما نغلب. هي شوف تما دخول فرنسا المغرب جبتها بالتقريب باسكو عكست فقط الرقمين. وثوره المقراني والشيخ حداد طا اوكين ايدي، ما عندكش فكره. خلاص تبين لي بلي ما عنديش. دروك انت راك تكذب قدام الناس، تبين بلي انا ما نعرفش بلادي ونعرف بلاد الناس زعما هكا. مي راك صراحه شوف المغرب راك ما لاباس شويه تخرط صراحه. مي لاباس تعرف شويه على بالك بالقصر الكبير بالفيضانات كيما هما يعرفوا علينا بزاف. لا بصح هما ماشي للدرجه هذه. هما كيتسقسيو ساعات على بالك يطلعوا. طلع هذيك خطره واحد قلت له حب يحكي معايا على سيفي غريب، قلت له شكون هو السابق اللي كان، قلت له وش هو المنصب تاعو ما على بالوش، قلت له شكون هو السابق تاعو، قال لي عبد المجيد تبون اللي كان قبل سيفي غريب. دونك هما دائما كي نطلع نسقسيهم على الجزائر يطلعوا مسخره. دايوغ عليا ما نخليهمش يتدخلوا على الجزائر. بصح انت راك تسمى على المغرب عندك اهتمام مرضي. هما عندهم اهتمام علينا كيما هما ما يعرفوش صديقي. كيف كنت محمد السادس اين هو الملك محمد السادس؟ وين هو الملك؟ هاو كيسقسوا عليه واحد الوقت تبون. اين هو تبون؟ واش دير بالملك انت؟ كيما هما كيسقسوا على تبون في اللايفات. اين هو تبون؟ لا بصح انت كجزائري واش دير بالملك؟ باش نعرفوا شكون يسير المغرب، هل ازولاي ولا واذا كان ازولاي انت واش قلقك؟ لا كان ازولاي معناتها باللي كارثيه، معناتها ماشي ملكيه. لا بصح انت واش دخل ما دخلوك؟ لا ما يقلقنيش، بلادهم وديروا كيما يبغوا. بلادهم وديروا. دونك انت ما على بالكش وزير الخارجيه تاعك وين راه؟ تسمى احمد عطاف ما على بالكش وين راه؟ انا ماشي دبلوماسي شوقي خويا، انا ما رانيش في الوزاره ولا راه، انا شعباوي كيما انت. بصح الملك حب تعرفوا وين راه؟ كيما هما كيسقسوا على تبون. اين هو؟ انا نسقسيك كجزائريا، انا نسقسيك وين راح احمد عطاف؟ اين هو احمد عطاف؟ عطاف راه يخدم خدمته، راه يدور كيما بوريطه. والملك راه يخدم خدمته. واش علاش تحوس عليه؟ وين راه يخدم؟ وعطاف وين راه يخدم خدمته عطاف؟ الله معنا والله. شوف شوقي خويا، انا اش نقول لك ربي يهديك خويا. شكرا لك انك بينت لنا متلازمه المروك في ابها حله. شكرا لك، بارك الله فيك، يعطيك الصحه. شكرا. نحب انا الناس المتصالحين مع انفسهم. يعرف امور على المغرب، يعرف وقتاش دخلت فرنسا للمغرب، لكن ما يعرفش المقاومه تاع المقراني والشيخ حداد وقتاش حتى بالتقريب. لا 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 لا. في قلبي وطن ومدير التصويره تاع عبد الحميد بن باديس. عبد الحميد بن باديس هو عاشق فرنسا. كاين عاشق التوقي بن زهره وكاين عاشق فرنسا عبد الحميد بن باديس. اذا راني نشوف مليحه
الله ينعل والديك ووالدين والديك يا الرخيص. تربيه بنات الشهداء معنا، فوالا تربيه الجزائر جزائريه في ابشع حله. كمل يا تربيه بيوت الرذيله في الميكروفون. نقش 106 فوالا تربيه الجزائر ما شاء الله، هذه رباوها جزائريين وعندها امها وعندها باباها. هاو التربيه وجهك. انا اعلاميه يا الماضعه يا اعلاميه تستعمل المصطلحات النابيه امام 4400 بنادم، مع العلم انه كاين الالاف في اليوتيوب. تستاهل او ماشي العبره في انني نستاهل، العبره بانه اعلاميه جزائريه تربيه الجزائر تربيه بنات الشهداء. هاي واش تقول؟ هذا هو المستوى في الجزائر، هذه هي المدرسه الجزائريه. وكيقول لهم تربيه بيوت الرذيله، كيقول لهم تربيه بيوت الرذيله، يقول لك كيفاش تقول لنا هذه خارجه من بيت رذيله حرفيا. هاو الجزائر واش راهي تخرج، هذه امها جزائريه باباها جزائري، هاو واش خرج لنا. مع اختك بيت رذيله، مع اختك ومع يمك. حتى الصوت خارج من تربيه بيت. تلقاني لو كان مع انا اختي والله ما تسمعيها تقول الكلام القذر والنبي هذا صراحه نعم التربيه. سكتت مسكينه. تربيه بيوت الرذيله اللي تسبي في التعليقات. قلت له مع اختك، لو كان جيتي مع الدوري مع واحده من اخواتي ما تخرجيش لك، ما تجمعني بهم حتى علاقه، لا مع والديا لا مع اخواتي واخواتي. بصح نقول كلمه الحق صراحه. اعلاميه جزائريه كانت معاكم يا جدك. الو، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. راني نشوف الموضوع، المغرب يذل النظام الجزائري هكذا. انت منين سيدتي؟ من الجزائر. تفضلي. ايه شفت الموضوع، المغرب يذل النظام الجزائري. ما تغامريش بينا. قبل طلعت وحده قالت لنا صحفيه جزائريه سمعتنا الشعر الملحون. لا 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 ماشي لهذا المستوى. يا تفضلي يا انا ضد هذا النوع من الكلام. حبيت برك نفهمك في نقطة. المغرب لم يذل النظام الجزائري. النظام الجزائري أصلا كان رافض الدخول في مفاوضات لأنه كان معتبرينه وكأنه طرف في المشكل. والنظام الجزائري من مبادئه هو حق الشعوب في تقرير مصيرها. يعني هنا الموقف تاعنا مع الصحراء الغربية هو عضو ملاحظ فقط، كما احنا كما موريتانيا. سيدتي تعتبري باللي مجلس الامن يعتبر الجزائر عضو ملاحظ صح؟ نعم، ولكن أوكي. المغرب لكن المغرب حط الجزائر في نقطة انها طرف في المشكل. مدام سمحي لي بك، حبيت نقول لك عفسه والله سمحي لي قاطعتك. عرفت بلي عندهم وزاره الداخليه ووزاره الصيد البحري في تندوف تابعه البوليزاريو. عندهم وزاره الصيد البحري، وزاره الداخليه، عندهم مقر للشرطه، كوميساريات، عندهم شرطه تمشي بالسلاح ديالها داخل المخيمات. عندهم فوالا عندهم واش رايك مدام؟ هذه في تندوف تابعين البوليزاريو. وزاره الصيد البحري يصيدوا اسمهم هذوك. هذيك ما تسمعيلوش، راهم الغاوها هذه ما تسمعيلوش. هذه اول مره نسمعها انا. نو واحد الوقت كانوا يصيدوا اسمه هذاك الصغيور اللي يمشي هكا اسمه دقيقه بك زرزوميه هذيك اللي تمشي في السحليه واش تهضر؟ كاين واحد السحليه صغيره يطيبوها ياكلوها. اصبر راه دوك نشوف شرشمان، كانوا يصيدوا شرشمان. وزاره الصيد البحري تاع شرشمان كانوا يصيدوا صادق في الصحراء. قلت لك واش كاين في الصحراء اختي؟ اصبر راه درك سيدتي. ما كنتيش على بالك ما كنتيش على لحظه، ما كنتيش على بالك باللي البوليس انت وين حاطه البوليساريو راهم متواجدين بالاسلحه تاعهم؟ لا على بالي بلي في تندوف بوليزاريو. راكي كنتي تقولي ما على بالكش. فتحني لا فرق بين انه يفتحوا لهم المجال باه يعاونوهم ولا حاجه على الاقل معنويا. اما انه هديت الشرطه وما الشرطه اول مره نسمعها انه عندنا. سيداتي اول مره تسمعيها، لكن ما على بالكش بلي عندهم وزاره الدفاع، وزاره الجيش في داخل الجزائر، في الرابوني داخل الجزائر. اول مره نسمعها هي. اوكي، واش تحسي انت كجزائريه انه موجوده وزاره الدفاع تاع جمهوريه عربيه صحراويه في تندوف؟ لا، لما انا نتبنى موقف ماشي اني نفتح المجال انها تكون عندي شبه دوله.
دونك انت فهمني. تقولي باللي موجوده شبه دوله في تندوف بالمعايير هذه، صح؟ نعم، هيه بما اني دارسه التاريخ ودارسه السياسه على بالي وش هي مقومات الدوله. دارسه السياسه. دوك نروح معك دوك النقاش السياسي. معليش رانا عطينا لك معلومه بالك صدمتك خلاص، شويه. انا نغلق المايك ياك رايح للسياسه العزيز، كي تكمل عيط لك. شكرا رايد. دونك ولو انه صراحه عطيتنا جزئيه هي كانت السيده ما على بالهاش. دونك مدام انت قلتي باللي الجزائر عضو ملاحظ وما هيش طرف. هل تابعتي المجريات تاع الجلسه الاخيره في مجلس الامن الخاصه بملف الصحراء ام لا؟ هل تابعتيها؟ مؤخرا نعم 31 اكتوبر. لا للاسف، لا كانوا عندي انشغالات، لا ما تابعتهاش. انا لما نقول لك السي دارسه يعني مانيش راني قاعده نتبع فيها بحكم العمل تاعي، مانيش متبعه. انا كي تقولي لي دارسه التاريخ والسياسه ونجي نحكي معك نصوص، لانه كاينه ماشي نصوص دينيه باش ما يتحمسش ميرو. لا 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 لا، اعطيني الفكره تاعك ونربطها واش راني انا على بالي. دونك هل تابعتي الاشكاليه مثلا اللي اثارها الوفد الجزائري حول ترجمه قرار مجلس الامن الاخير؟ الحكم الذاتي. لا ماشي مرتبطه بالحكم الذاتي، مرتبطه بمصطلح بارتيز. نعم، اللي جاي في البدايه، اللي في بدايه لا ماشي الديباجه فيها المصطلح تاع الصحراء المغربيه اللي اثار حافظه النظام الجزائري. هذه النقطه على بالي. لا لكن الترجمه صارت الاشكاليه في بارتيز. الوفد الجزائري قال لك حنا لازم الترجمه تكون هي طرفين. دونك صراو ايام قبل ما تنشر الترجمه بالعربيه، لما نشرت ترجمت الى الاطراف. ماذا يعني هذا؟ رغم تحفظ، رغم احتجاجات الدبلوماسيه الجزائريه. لما تقول هل ذكر قرار مجلس الامن عضو ملاحظ او عضو مراقب؟ ما ذكرش. دونك الجزائر بهذا المنطق هي من بين الاطراف المتعدده، معناتها ماشي الطرفين، صح ولا لا؟ هي ماشي طرفين، هي كي ما يذكرش معناها ما حددش معناها هنا راح تكون الجزائر راهي طرف، وهي الجزائر رافضه انها تكون طرف. والجزائر اليوم لما اتجه احمد عطاف الى اسبانيا ومعه ايضا قبله كان استقبل وزير الخارجيه الموريتاني كاطراف، لانه ما سيناقش في اطار القرار الاخير لمجلس الامن، لانه شكون حاضر ايضا من الطرف الامريكي؟ مسعد بولس، وحاضر سفير مايكل وولتز اللي هو سفير الولايات المتحده الامريكيه في الامم المتحده. معناتها النقاش اللي المفاوضات اللي بدون شروط ستفتح في اطار انه الجزائر هي طرف من بين الاطراف الاربعه. دونك هل عندك اعتراض ام توضحت لك الصوره الان انه لماذا هذه اهانه كبرى للدبلوماسيه الجزائريه اللي منذ 50 سنه تقول انه الجزائر ليست طرفا في النزاع؟ يمكن اعتبارها اهانه بما انه احنا رافضين نكونوا كطرف. والمغرب اصلا كان يرفض انه يتفاوضوا مع البوليساريو الا بحضور الجزائر. اليوم الجزائر في اسبانيا مع موريتانيا حاضره، معناتها انه طلب ما اراده المغرب تحقق في ارض الواقع. هذا واش حبيت نقول. هيني فهمتك. انا بالنسبه لي مثلا انا مادام كاين شعب صحراوي كاين منهم كاين رافضين يكونوا تابعين للمغرب، صح ولا لا؟ هو الشعب الصحراوي حسب ماذا تقصدين بالشعب الصحراوي؟ يعني ما نقصد ماهمش مدنيين عادي، مواطنين عاديين. سيدتي نقدر نطرح لك سؤال، تابعي شويه وسائل التواصل الاجتماعي هكا، يعني شويه ما ينشر ما يقال. ممكن تعطيني حساب تاع واحد من المخيمات صحراوي في مخيمات البوليساريو يتدخل هكا ويتكلم لنا على الاوضاع هناك ويصور لنا؟ لا ما علاش؟ اذا كانوا هم احرار صحيح ما همش محتجزين، هذو لاجئين. انا لاجئ سياسي سيداتي في فرنسا، انا راني معاكم بث مباشر. علاش هذو اللاجئين ما يقدروش يديروا بثوث مباشره؟ علاه؟ غادي نسال فيك انت واش تخمني يعني قادرين يكونوا تحت ضغوط. كاين واحد الملك تاع واحد البلد قال عليهم محتجزين، هل واحد مثلا ما يقدرش يدير بثوث مباشره ممكن نحطوا عليه الوصف انه محتجز اصطلاحا؟ يعني انا لو كان مثلا اليوم
الناس ما تزيد تشوفني في بثوث مباشره ويسمعوا بانني ممنوع من انني ادخل في بثوث مباشره، ممكن يقولوا السيد محتجز او مقيد. هي وممكن يقولوا بلي ما عندكش كونيكسيون برك كيما في تندوف ما كاش كونيكسيون. ولكن موجود هذا كونيكسيون في المخيمات. نهار راح هذاك الصحفي اللي كان يقول لهم الصحراء مغربيه رائد دار بثوث مباشره عادي. لا 30 سنه ويقول لهم الصحراء مغربيه وعاش الملك ولا زال الحاقدين. تفضل امير، وحاب تقول كلمه مع السيده، تفضل. سمعت واحد النقطة هكا وبان لي بلي فيها تناقض ولا أعلم، الله أعلم. كاين واحد النقطة برك لا روز. أنت تكلمتي قلتي أنه شعب واسمه الدولة الجزائرية مع حق تقرير المصير، صح؟ هي إذا قلنا أنه الجزائر مع حق تقرير المصير الشعوب، ياك؟ نعم أنت أيضا مع هذا، صح؟ أنت ترين أكيد. أنه تقرير مصير الشعوب حق. بحق. هي كل شعب يريد تقرير مصيره هذا من حقه من حقه. القبائل تريد تقرير مصيرها بالاستقلال عن الجزائر فهذا من حقها. شوف هذه تولي مواضيع تاع سياده. ماشي المغرب ماشي سياده، المغرب سيده ولا كيف؟ نفس لا دوك مثلا دوك كان مشكل دوك مثلا نروحوا لسبته ومليله ولا ايدو ما نروحوش لسبته ومليله. ما تحبوش تبدلوا المثال، باش تبدلوا المثال بالمغرب. جبل طارق سيدتي واش دخل سبته لا واش دخل سبته ومليله في حق الشعوب في تقرير مصير؟ نحيو دقيقه، كاين بزاف امثله. نحيو المثال تاع سبته ومليله نحطوا مضيق جبل طارق اللي متابع صدقوهم مدام سمعي مليح. هذيك المغرب حبت تصدقها شغلها هذاك. احنا نتكلم على الشعب وليس على المنطقه، يعني ليس على الماده، وانما نتكلم عن الانسان من باب الانسانيه او باسم الديمقراطيه. انت قلتي انه الشعوب دقيقه فقط، قلتي انه الشعوب لها حق تقرير المصير، والجزائر الدوله الجزائريه مع حق تقرير المصير. كيف لها ان تكون مع حق تقرير مصير الشعوب بالنسبه للشعب الصحراوي وفي نفس الوقت هي ليست مع حق تقرير المصير للشعب القبائلي؟ هذا تناقض. وانا كاين تكيلين بمكيالين يا اختي. فانت تقولي لي انت مع واسمه تقرير مصير الشعوب كي تتكلمي على الصحراء هي في حدود المغرب، اوكي الصحراء هي للمغرب وانت تريدين ان تفصلينها عن المغرب. فاذا كان انت مع تقرير مصير الشعوب حتى اذا كان هذا يخلي المغرب تنقسم، فلما اذا انت ضد منطقه القبائل اللي تريد تقرير مصيرها بالاستقلال وتنقسم الجزائر ايضا؟ على هذه الجزائر لا تنقسم والمغرب تنقسم، الجزائر عندها سياده والمغرب ما عندهاش سياده. كيفاش؟ تفضلي يا سيدتي باش تفضلي في النقطه اللي طرحها لي. بك منطقه القبائل هي جزء لا يتجزأ من الجزائر من وقت الاستعمار وحتى سيدتي راهو صلاح داسينو ما نقدروش نخلصوا، راهو هو طرح لك المساله ماشي من باب راهو على فهمتي القضيه تاع الازدواجيه تاع المعايير اللي طرحها أنا فهمته وصلتني الفكرة. قضية الصحراء الغربية راهي ماهيش قضية تاع العام اللي فات ولا اللي قبله. الصحراء الغربية راهي من السبعينات، من وقت خروج فرنسا من المنطقة. سلمتها انت تسمى القضيه تاعك مش مرتبطه بالمبدا، يعني ماشي مرتبطه بالمبدا تاع تقرير المصير، مرتبطه بالمده اللي الناس طالبوا فيها بتقرير المصير. هي القضيه بك لا الصحراء الغربيه من المشكل في المنطقه اصلا هو هي من مخلفات الاستعمار. مخلفات الاستعمار ومنطقه القبائل راح يقول لك راني درك نعاونك ضد مير، وراح يقول لك باللي اصلا القضيه خلقها الاستعمار، القضيه تاع القبائل، لانه يقول لك احنا قبل الاستعمار الفرنسي كنا منطقه مستقله. نحب نعطيها واحد النقطه ايضا. منطقه القبائل في وقت لما كانوا الاتراك في الجزائر العثمانيين، لما كانوا العثمانيين في الجزائر، العثمانيين كانوا محتلين كل المناطق الا منطقه القبائل لم يحكمها عثمانيه اختها. هيا نرجعوا لور نشوفوا من هم الاقدم. ما رايك؟ انا في قضيه القبائل جزء لا يتجزا من الجزائر، والله انا ما كان وشنو ميرو دبر راسه دبر راسه. هيا رجعت لك لما اكثر، رجعت لك انا العثمانيين. وقت العثمانيين نتحدى اي انسان يطلع يقول لنا شكون من الاتراك كان حاكم منطقه القبائل. لا يوجد. بالك شكون اللي يطلب من العثمانيين انهم يجيو
ما دام ارتكبتي غلطه بك اسمحي لي قلتي نعم. في فرنسا اللي سلمتها يا دي كانت يعيطوا لها الصحراء الاسبانيه، كانت تحت الحكم الاسباني. عباك بلي راك إسباني. مختص بالبوليزاريو، انا مختص من المختصين في تيك توك تاع بوليزاريو. لا هذيك لحظه رئيس باش نقدروا نتقدموا. منطقة القبائل، شكون اللي يطلب المساعدات العثمانيين ولا ما على بالك؟ شكون مدام؟ إمارة كوكو راح وسع عليها. إمارة كوكو. إمارة كوكو وقت العثمانيين هي اللي طلبتها؟ لا ماشي في وقت قبل مجيء العثمانيين كانت موجودة وقتاش بدات إمارة كوكو حسبك؟ إمارة كوكو كانت في جيجل، كانت موجودة. روح ابحث عليها. جيجل داخلة في إمارة كوكو؟ هي روح ابحث عليها. من أول من طلب المساعدة من العثمانيين. مدام انت راكي قارية التاريخ وراكي قارية السياسة صح؟ اول من طلبها، اول من طلب المساعدات. ما تجيش تقول لي خميرة، ما تجيش تقول واحد النقطة هاكي دقيقة يا رائد. نعطيك واحد المعلومة برك وكو ما على بالك. العثمانيين كانت دولة خلافة إسلامية على بالك ولا لا؟ هي على بالك باللي أكثر القبائل كفار ولا لا؟ دقيقة أنا ضد كلمة خلافة عثمانية. أعيد وأكرر دقيقة رائد. إمبراطورية عثمانية. أعيد وأكرر. الدولة العثمانية هي خلافة إسلامية. أغلب من في منطقة القبائل يا إما هم مسيح أم ملاحدة، يعني أغلبهم اللي هم بغير مسلمين. فكيف يا مدام كيف للغير المسلمين ينادون لخلافة إسلامية تطبق حد الردة قد تقتلهم وتقتل المشركين؟ تقدر تفهمي على أنا ما فهمتهاش. أنت كي تقول لي الملحدين والمسيحيين تهضر على دروك لا وقت العثمانيين. وقت العثمانيين ومنين عندك الإحصائيات هذه تاع الملاحدة ولا ما يميروا عباك من داك مادام عندك الحق. كان كاين بن بطوش الكوكوموري هو اللي يعيط لإمارة كوكو. يا ميرو والله غير من داك بن بطوش الكوكوموري من إمارة كوكو. ولا الأقدمية ما كيش راح تتوفقي مدام. نزيد نعطيك واحد الشرح. نعطيك واحد أخرى. اسمعي هذه ما تعرفيهاش. اسمعي هذه نعطيك قانون. وكي نتكلموا فقط عن الدستور. في سنة 2021 تم تعديل الدستور من مع حق تقرير مصير الشعوب إلى مع حق تقرير مصير الشعوب خارج البلاد. كيفاش تكون عندك انت نص؟ كيف يكون انت عندك نص؟ عندك مادة تناقض نفسها، يعني تختار تنتقي تقول بأنه الجزائر مع حق تقرير مصير الشعوب خارج البلاد فقط. كيف خارج البلاد فقط؟ علاه للبلدان الأخرى أنت مع تقرير مصير الشعوب وداخل بلادك أنت لست مع تقرير مصير الشعوب؟ يتسمى دوك اللي يوجعوا راسو يقولنا نفاصل هكا. سيداتي شكرا. لازمنا نختموا النقاش هذا لانه هذا اصلا كان نقاش فرعي. وصراحه اخر حاجه لازمك تروحي تعاودي تقراي على اماره كوكو على الانتماء تاع جيجل لاماره كوكو، خصوصا في الفتره في الفتره تاع دخول العثمانيين. يعني انه الروايه ولو انه الروايه الشعبيه تحكي بانه سكان ولا ساكنه جيجل هم من استنجدوا بالاخوه برباروس من اجل انهم يحرروا الاراضي هذه، وبعد صارت القضيه مع سمير تومي وغيرها، لكن ماهيش مرتبطه مع اماره كوكو في حد ذاتها. شكرا لك سيدتي. لا شوف والله انا نهضر معك من منطلق الوثائق التاريخيه. لا سيدتي ما نخرطوش هنا. اذا عندك وثائق تاريخيه لازمك تجيبهم في اللحظه هذه. وش هو الوثائق التاريخيه اللي تاكد ما تقولين؟ الكتب التاريخيه روح اقرا. كاين بعض ما تقوليش سيدتي راكي قلتي قاريه السياسه والتاريخ، هذه روح اقرا وماهيش حجه في نقاش. اذا تكلمنا على معطيات مرتبطه بالمرحله لازم على الاقل تكون عندك ما تثبتين به لما ديري ادعاء كبير مثل هذا. هذه تاع روح ابحث وروح اقرا، راكي اذا كنتي في الجامعيه راكي تعرفي بانه كاين حاجه اسمها منهجيه البحث، ومنهجيه البحث لا تحتمل اننا نستعملوا حجج مثل روح ابحث وروح اقرا وروح دير. ما نقدروش نديروا ادعاءات هكاك سيداتي. شكرا لك. بالغيث واقيل شوقي اذا بغيت ممكن يكون مصدر في الشان هذا. شكرا مدام. واش خوتنا ازو لاباس صافا لاباس الحمد لله. عندي برك واحد الموضوع نحب نناقشوا معاكم برك. تفضل. انتم شحال عندكم في فرنسا؟ انتم عامين بيك بميرو بعدك رايد عامين. عندنا 10 سنين يا اخو كي نجمعوا مع بعض. لا غير سيريوزمون نحكي سيريو 10 سنين. صديقي واش هادي تاع عندها شحال عندكم وما عندكم؟
اذا راه رحتوا 2 دقائق درتوا على بلادكم زعما تحبوا تطيحوا تحبوا المغرب وتحبوا المغرب كهضروا لهم على سبته ومليليه تهضروا على الصحراء الغربيه هضروا لهم على سبته كيفاش يردوا سبته كيفاش ردوا مليليه. انا 15 سنه في الانجليز ما درتش على بلادي. انت قديم في الغربه يا خويا. 15 سنه في الانجليز جامي هضرت على بلادي ما تبدل 15 سنه كامل نحكي لكم نقول لك في وجهك انايا تربيت كيفاش شوقي بن زهر يدير الرقيه الشرعيه ما ديرش الرقيه هذيك تعوج في فمك تحب نهضروا اونجلي نهضروا اونجلي تحب تهضروا اسباني هضر بالونجلي طراش هضر بالونجلي هضر بالونجلي طراش هضر خيك هادي اونجلي على الاصول هادي اونجلي تاع دبل ستاند هذا قال لك نهضروا اونجلي. شفتوا شوقي بن زهر كيفاش يدير الرقيه الشرعيه ميرو هو داعيه في الاسلام وانا ندير الرقيه الشرعيه نخرج تربيه بيوت الرذيله من الاعماق تاع الاعماق ما واحد يحب زعما يلعبها نورمال. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاخ شمس دخلت سمعتك تهدر في فيديو وتقول الجزائر ذهبت صاغرة الى اسبانيا. مع من راك تهدر شكون شمس هذا؟ شكون شمس هذا؟ من بن زهرة انا يعني نهضر مع سيده وفي بالي واسمه الشمس هذيك عبسه نفوتوها نروحوا الحاجه المهمه اللي هي السؤال ديالي. سمعتني واش قلت لك انت باغي تسقسيني ولا باغي تسقسيني ولا باغي تسولني؟ هذا تحراش هذا يسموه. لا 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 صراحه والله سؤال صراحه جدي. الحمد لله. شوف بلادنا قاره فيها تسقسي باغي نسقسيك باغي نسالك فهمني قاره عندنا لهجات بزاف هذاك الشيء فيها باغي نسقسيك لحظه اخويا فيها باغي نسقسيك وباغي نسالك ما فيهاش نسولك. ما عليناش باغي نسالك خويا انت كي راك تقول الجزائر ذهبت صاغره وزيد من فوق بامر من امريكا لاسبانيا ورا الدليل اللي عندك انت ولا تهدر باش تهدر. شكون قال لك باللي راحت بامر من امريكا؟ عندها هي ورقه موقعت عليها في مجلس الامن حدوا موعد للقاء موريتانيا الجزائر وممثلين جبهه البوليزاريو والمخزن تعرف بلا ما ديجا كي نذكر اسمه خاف نغلط. لحظه صديقي ما تبينش اخلاقك برك نسمعوا واحد نسمع احمد. اسمح لي نكمل لك صديقي شوقي. صديقي قلت لي الدليل لحظه باش دبلوماسيا انا اعطيتك دليل بروتوكول دبلوماسي كاين ميكروفون صوت معليش اجتماع وقعت عليه باللي تحضروا ما نقدرش نسكتك باسكو مانيش نشوف صديقي كي نقول لك دقيقه سينو ما نقدروش نتقدموا. خصوص اللبس الذي كان يريد تاريخيا المغرب ادخاله بان النزاع هو نزاع مغربي جزائري اصبح غير وارد نهائيا فيما يخص هذه اللائحه. يعني الجزائر ليس طرفا في ولم تكن ابدا. نعم. بهذا الخصوص اللبس الذي معنا احمد عطاف الحثالة الدبلوماسيه رقم 1 يقول لنا بان الجزائر ليست طرفا في النزاع. هي ليست طرفا في النزاع لكنها عضو مراقب لان الامر على حدودها. اوكي واللاجئين جيب لي قرار قلت لي باللي هذا استنادا اسمع صديقي قلت لي باللي هذا استنادا الى قرار مجلس الامن الاخير. قرار مجلس الامن الاخير جيب لي اين يقول بان هناك اعضاء ملاحظين. كاين انت اللي تبحث ماشي انت اللي راك تدعي يا اخي. شوف شكرا لك نبحث اخويا شكرا لك صديقي ما نقدرش نهضر. بدا يوجعني راسي رجاء اللي يطلع يا تلتزم بالاخذ والرد في الكلام يا تنزل. لا يا شوقي بن زهر فوالا تربيه بيوت الرذيله هذا مثلا ما يتحسبش. دوك انا قلت مازالوا بلايص هذا ما يتحسبش بشر ويبقى يعاود. ورينا تربيه الوالده الكريمه تفضل. كرفن يا جاي نهاركم. ورينا تربيه والدتك زيد كمل وري تربيه الوالده تاعك. نهاركم يكرف وري الوالده فوالا. تربيه بيوت الرذيله نزلت في التعليقات. كل واحد يبين. انا صراحه كي توصل للنتيجه انه كل واحد كوميم يبين ما نشأ عليه النشأة تاعو خصوصا في القضايا هذه. ابو كش حاجه تفضل. مساء الخير. ابو عابد اسم الملك ابو عابد. انا شوقي عندي كم سؤال في مجال جاوب عليهم بالمنطقيه لو سمحت. ملك واش انت من اين؟ انت ما تقوليش فلسطيني برك رجاء. ليش فلسطين عندك مشكله مع الفلسطينيه؟ حاشا السامعين.
وش هو الموضوع اللي حاب تتكلم فيه معايا انا الجزائري؟ حاب اتكلم الان معك في موضوع انت الانسان معارض، مزبوط؟ معارض؟ وش دخلك انت كفلسطيني في المعارض شوقي بن زهره؟ اسئله مش انت هذا اللايف مفتوح للجميع ولا انت الان مطلع الجزائرية فقط؟ نطلع الجزائريين واي جنسيه اخرى الا الناس اللي ما عندهمش جنسيه. انت فلسطين بدون جنسيه؟ كيف عرفت انها بدون جنسيه؟ تعال كيف عرفت انها بدون جنسيه؟ انا بدون جنسيه، انا بعرفك من ايام فرنسا، من ايام ما قدمت اللجوء بفرنسا وانا بعرفك. قديري ايام ما قدمت اللجوء بفرنسا انا بعرفك من ايام ما قدمت اللجوء، انك انت لاجئ، انا عارفك انت بدون وطن الآن. ممكن تتكلم بلاجئ؟ انت الان بدون وطن، انت الان مش جزائري. الجا مثل الحيوان والفلسطيني عادي. انت الان مش جزائري، انت الان بدون وطن. اضبط هرموناتك. عندك وطن انت الان يا تربية بيوت الرديء. فرنسي ما عندك. الان بدون وطن. انا بدون وطن، انت بدون وطن، مزبوط ولا لا؟ اوكي بدون تضبط هرموناتك الان. لا بتناقش انا وياك، بس احترم النقاش.